البابا علينا ويسيبوا لنا اسقفنا المعظم المحترم. طب هل اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت وتصريحات البابا خاصة في آخر عظة قام بيها من التجاوزات كان من ضمنها إن هو قال يا جماعة اللي يرنم على المذبح ده ما يرنمش في حتة تاني، واللي يرنم في حتة تاني ما يجيش عندنا؟ الكراسي البابا قال جمل مغلقة. ما هو قال على مثلا قالوا إن في 4 يتعينوا وقال الأب أمامهم رفضوا من ده. ال4 اللي كانوا يتعينوا دول من سنة، مش اليومين دول، من سنة. وقداسة نيابة الأب أمامهم قال يا جماعة أنا عندي 5 يعني أنا مش محتاج. ما قلتش الراجل ولا قال دول كاثوليك ولا ادفنتست. لا بس هو ليه فيديو على ده. ماشي الفيديو هو بيحذر الكنيسة محدش يفضل ويرنم عندنا، احنا كنز القدس مذهبنا كده. عقائدنا كده ولا انا غلطان؟ ما هو يوم الصلاة عمل 11/11/2011 وكان من انجح الحاجات اللي ضمت ال3 كنايس مع بعض يا سيادة النقيب. ما قلناش حاجة هو الكنائس كان عندنا. بالظبط. المسيح فيهم زي ما دام المسيح فيهم. يبقى استقبل ولادي بقى، يبقى انا استقبل ولادي في الكنيسة. انا ابني لو اتجوز واحدة كاثوليكية هزعل. لا طيب. ده مش حقيقي. بالظبط. طيب هو في فرق بيننا؟ هو الفرق في الطقوس والعقائد ما انت عارف. انا مش عايز اتعمق واجادل في الدين. احنا ما فيش فرق بيننا، احنا مسيحيين. طبعا. الرسول مسيحي، كاثوليكي مسيحي، بروتستانتي، احنا بنختلف في الفكر. وكمان باب الكنيسة مفتوح للجميع بقى. للكل. وانا دلوقتي لو رحت اصلي في كنيسة الروم الارثوذكس هنعوم. ده طبعا. فعايز اقول لحضرتك ربنا يتدخل ان شاء الله ويا رب ما يحصلش امين. اصلا مش ناقصه، حكايه مش ناقصه. يا رب شد حساب الغلط او بص او بيه يا رب اشفيه. امين. يا رب شد حساب كل اللي مش هندعي دلوقتي. طيب يقال كمان سياده النقيب، يقال كمان انه يقال من شعب منشية ناصر ان نيافة الحبر الجليل الانبا بنوب شخص حاد شويه في التعامل. انا ما اعرفش. بص حضرتك انا يعني في ناس هو مع نفسه وكان سايب الله يريح روح ابونا سمعان كبير وواخد اللقطه على اعلام والمسؤولين والزوار اللي زي هو راجل مع نفسه انطوائي ويمكن لما انطوائي. تعالى اتكلم ايوه يعني مش فاهم قصدي. الراجل متعمق في الدين تحس انه قاعد كده بيكلم ربنا. ده طبع يا استاذ، ده طبع. هو ده مش راجل مش زي ما بيقولوا ما هو يبقى طالما يتعبد الى الله بصفه مستمره يبقى رجوعه للدير افضل. خلاص رجعيني الدين. مش انا ولا انت ولا حد باذن الله والبابا يسامحه وهيسيبوا هديه لينا احنا عشان احنا شعب. نتمنى ذلك طالما الشعب بيحبه، نتمنى ذلك. لكن ولو في اي مشاكل البابا قال عليها وفي تجاوزات عملها الامن بنوب هتبقى عامله في الشوع. هل هناك جلسه بقى تجمع كبارات المنطقه في منشيه ناصر ومن من ضمنهم حضرتك للتواجد مع قداسه البابا الفتره اللي جايه عشان نحل الامر بقى بشكل ودي وفي محبه كده؟ في مطلوب مني كشف الاسماء اللي هيروحوا معايا وان شاء الله هنروح ونبوس رجلين البابا وايديه وناخد بركه منه ونستعطفه ويرجع لنا. وده هيبقى خطوه كويسه جدا على فكره. باذن المسيح. نتمنى ذلك ونعرف بقى اخر تطورات